السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن سؤال وموضوع مهم جدا. أحد المتابعين بيسألني بيقول لي أنا عندي جوز حمام بقاله فترة شغال كويس، سنة أو سنتين شغال كويس وعمره ما قصر معايا، لكن في الفترة الأخيرة ابتدى إن هو يقوم من على البيض يكسر البيض. حتى لو الزغاليل فقست مثلا ممكن ما يأكلهمش. هو ده إيه يا أبو هاجر؟ هو كده سنه كبر أو عمره كبر؟ هقول له لا يا فندم، بص، الحمام هو لا يعقل. فاحنا بدورنا كمربيين حمام لازم احنا اللي نشغل دماغنا على الحمام. يعني لو الامر اتكرر عندك في جوز حمام ان هو بقى يكسر البيض، بقى البيض يطلع مش مخصب، بيضة وبيضة، يقوم ويسيب البيض، يسيب الزغاليل كده، هو خلاص حصل له عملية تشبع. يعني ايه تشبع؟ طب الحل ايه يا ابو هاجر؟ الحل يا فندم دلوقتي ان احنا ناخد الذكر، نديله باب ونديله نتاية تانية غير النتاية بتاعته، وناخد النتاية ندخلها لدكر تاني. ودي تجربة احنا عملناها فعلية، ان احنا غيرنا ايه المود بتاعهم. ما هو الحمام برضو عنده مود، والدكر ساعات بيتخنق من النتاية وبيزهق منها ومش عايز يشوف وشها تاني. وساعات النتاية خلاص تقول له انت خلاص زهقتني وطفشتني، تمام، انا مش عاوز غيرك، انا عاوز ذكر غيرك، مش عاوزك انت، خلاص زهقوا. فاحنا عاوزين نخلق عندهم الشغف ان هم يرجعوا تاني، يكون في حياة جديدة، مود جديد. هتضحك صح؟ بس والله فعلا جرب الموضوع ده كده وشوف احمد ابو هاجر كلامه صح ولا غلط. تمام. اخلف الحمام على جوز تاني من نفس النوع بقى، او انت ومزاجك، لو هو حمام اكل عادي بقى انت ومزاجك. بس اهم شيء ندي الذكر نتايه غير نتايته، ونتايه ذكر غير نتايها، غير الذكر بتاعها يعني. وشوف يا باشا، هيقعدوا معاك سنه سنتين شغالين زي الاكس. وكل ما يحصل عندك الموضوع ده اخلف اللقو اللي هو التزاوج يعني. اخلف اللقو وان شاء الله ربنا يرضيك. ودي تجربة فعلية احنا عاملينها في حمام الزينة وحمام اللاحم والكينج البيور والكينج اللي هو الشعبي والرومي، وبتنجح معانا دايما باستمرار. ماشي. دي تجربة شخصية انا ماشي بيها بقالي سنين. تمام.